السلام عليكم يا مساء الورد. معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهاردة هنتكلم عن مشروع بيانكي إيلوي لشركة بروج مصر، ومالكها حازم شريف، وشريك معاه في المشروع ده بالأخص وفقط هو إبراهيم العرجاني. الشركة ليها سابقة أعمال تجاري وإداري في العاصمة والتجمع وغيره. المشروع موجود في الكيلو 135 في منطقة سيدي عبد الرحمن، اللي هي منطقة عايشة من دلوقتي ومعروف أولها من آخرها، والإيجارات فيها كام، والبحر فيها مقبول بس بيحتاج شوية شغل مطور مش كبير. مشروع فيه استلام 3 سنوات وبيتسلم متشطب بالكامل. سعر الغرفة من أول 9 مليون جنيه والغرفتين من أول 14 مليون جنيه وبيتقسطوا على 10 سنوات. مميزات المشروع ده في تفاصيله الحقيقة. مشروع طبعا تاني في سيدي عبد الرحمن وزهقت من الكلام عنها كمنطقة بمميزات، وكمان في فندق ساتشي وكمان شريك العرجاني، يعني مضمون 100% انه هيتسلم وبسرعة. غير ان عرض البحر 640 متر على 1000 متر عمق، وده ممتاز جدا، وكل الوحدات واخده على الاقل فيو لاجون. المشروع كمان هيبتدي تشغيله من السنه الجايه، فهتقدر تزور القريه كمالك او اونر وتشوف جوها مناسب ليك ولا لا، حابب تستلم وتعيش فيها ولا هتعمل ريسيل. عيوب المشروع فيه 3 حاجات. اولا بنفس سعره في مشاريع كتير جدا اقوى بكتير. ثانيا الشركة ملهاش أي تشغيل ساحلي سابق، ودي حاجة مهمة جدا في الساحل. وآخر عيب وأكبرهم هو إن في مباني كتير في المشروع، أرضي و5 أدوار وأرضي و6 أدوار كمان، وده مش طبيعي خالص في أي مشروع ساحلي في الساحل، عشان بيرفع الكباسيتي في المبنى والخدمات بتاعة المرحلة والمشروع بشكل مرعب، إن طبعا معظمنا بيروح أو بيأجر في نفس التوقيت اللي هو في الصيف. عشان كل ده أنا هدي المشروع ده 68%، وهنصح بيه اللي عايز حاجة مضمونة في الساحل في سيدي عبد الرحمن ويكون فيها خدمات كتير كمشروع، ومش فارق معاك قوي الكباسيتي بالذات على البحر لان عدد الوحدات مش قليل. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك الصيف ده.